السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي يا حلوين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله من مطبخ منا هنعمل مكرونة باللحمة المفرومة بطريقة بسيطة خالص، ما تاخدش 10 دقايق معاكي بالكتير. يلا نسمي كده ونبدأ. بسم الله. كده يا حبايبي حطينا ربع كوباية زيت مع معلقتين سمنة ويسخنوا كويس. هننزل بالبصل عليهم. بسم الله. كمية بصل كبيرة شوية. هنشوح البصل ده شوية كده لحد ما يصفر معانا كده حبة كده. عارفين نقلب فيه بس كده دقيقتين بس، يفضل بس شوية معانا. وبعد كده هنحط فصين توم معايا اهو، نقلبهم برضو كده يدوبك بس نشم ريحتهم كده، وننزل بقى باللحمة المفرومة والتوابل بتاعتها. على فكرة في حاجة اسمها بروتين فول الصويا، ده المفروض انا كنت بحط منه على طول، بس اكتشفت النهارده وانا بدأت شغل انه مش موجود عندي. اسمه بروتين فول الصويا، بيبقى يعني يدي شكل اللحمة المفرومة كده. بتبليه الاول قبل ما تعملي ب5 دقايق بس بشوية مية دافيين، وتنزلي بيه مع اللحمة المفرومة. بيزود القيمة الغذائية خالص معانا، وبيزود الكمية طبعا. تقلب بقى كلها على بعضها كده. البروتين الفول الصويا ده لو تبص على كيس اللحمة المفروم هتلاقيه مكتوب عليه من مكونات اللحمة المفرومة المجمدة. بس انا طبعا عشان شغالة بلحمة بقري من عند الجزار، فكنت محتاجة ان احنا نزود شوية فول صويا عشان نزود القيمة الغذائية بتاعتها. فانت لو موجود عندك تحطي بروتين فول الصويا مع اللحمة المفرومة. نسمي كده. بسم الله. ننزل باللحمة المفرومة. صلوا على رسول الله. ما نقلبهاش بقى، نسيبها حبة كده. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. بسم الله. معلقة الملح، الفلفل الاسمر اساسي طبعا، بتزودي الكمية شوية بتاعت الفلفل الاسمر. حبة قرفة، معلقة كمون، معلقة كزبرة، معلقة 7 بهارات. لو بروتين الفول الصويا موجود كنا هنحطه بقى مع الحاجات دي. يبقى بقى نقلب كله مع بعض كده. صلوا على رسول الله. البروتين الفول الصويا هتجيب بس 5 دقايق كده بحبة مية دافيين، وينزل مع اللحمة المفرومة. هو بيبقى شكله زي اللحمة المفرومة كده بالظبط، ما بيتميزيهوش عن اللحمة المفرومة يعني. بس كده هنغطي عليها بقى مدة كده 10 دقايق معانا، ونشوف بقى الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. انا نقلت اللحمة على البوتاجاز الكبير عشان نعمل مع بعض هنا الصلصة بتاعت المكرونة. حطينا ربع كوباية زيت برضو مع معلقتين سمنة. صلوا على رسول الله. وهننزل بعصير الطماطم كمية حلوة كده عشان تدي طعم كويس. كمية حلوة من عصير الطماطم. حبة برضو فلفل كويسين كده عشان يدي طعم كويس للمكرونة. والملح بس نحاول بقى ما نكترش ملح، احنا اللحمة المفرومة عليها كمية ملح كويسة، ولسه مية سلقان المكرونة هنحط فيها ملح، فنحاول ما نكترش ملح بقى في الطماطم. ونسيبها بقى تتسبك. يبقى احنا معانا دلوقتي اللحمة المفرومة على البوتاجاز، وهنا عندنا الصلصة، وهنشوف بقى الخطوة اللي بعد كده. هنا يا حبايبي التسبيكة غلت غلوة واحدة بس، هي لسه هتتسبك تاني. فبعد ما غلت غلوة واحدة بس هنحط معلقتين من اللحمة فيها هنا كده، معلقتين كبار. نسيبها بقى تكمل التسبيكة بتاعتها. هنا يا حبايبي معانا حلة فيها مية مقربة تغلى، هنحط فيها حبة ملح مش كتير برضو علشان احنا حاطين ملح في اللحمة وفي الصلصة، وحبة زيت. يا كده بردت معانا شوية، فاحنا هنغطي عليها عشان تغلي بس كمان شوية.
هنا يا حبايبي الميه غلت اهي بقى. هننزل بالمكرونه كده. بسم الله. هنديها نص سوا كده. شويه الزيت دول ضروري للمكرونه عشان تطلع كويسه معانا وما تعجنش وتبقى مفروله كده. النشا كله ما ينزلش في الميه بتاعتها. هنقلب فيها بس كده لحد ما تبقى نمسك المكرونه كده تبقى يعني ايه طريه كده معايا نص سوا بالظبط. كده يا حبايبي الصلصه اتسبكت خالص معانا اهي. في معلقه سكر اهي حطيناها نقلبها فيها كويس. ننزل بقى بالمكرونه المسلوقه. ننزل بقى بالمكرونه المسلوقه نص سلقه يعني الحبايه بتعض كده معانا. وهي سخنه كده يا دوبك صفيتها بس من ميه السلقان ونزلت بيها على طول كده نص سوا. بقى هتكمل السوا بقى هنا في الصلصه بتاعتها اللي احنا حاطين عليها ايه نص اللحمه المفرومه بتاعتنا. صلوا على رسول الله. يا ريت تجربوها، سريعه وسهله وطعمها جميل جدا. هتكمل بقى السوا في الصلصه دي وتاخد من طعم الصلصه واللحمه. تقدمها بقى مع حبه بطاطس محمرين، حبه سلطه لوحدها كده ماشي، هي حتى لو لوحدها كده وجبه جميله جدا. نهدي بقى عليها النار ونسيبها تتشرب كده ونشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. هنا يا حبايبي تمام المكرونه اتشربت واللحمه تمام خلصت. هنغرف كده مع بعض عشان نشوف هنغرف ازاي. بس سموا بسم الله. بسم الله ما شاء الله ريحتها جميله جدا. عايزاكم تجربوها كده وتقولوا لي رايكم ايه فيها. وجبه جميله وسريعه وطعمها جميل جدا. جربوها بقى كده وقولوا لي رايكم ايه. والبروتين الفول الصويا يا ريت ما تنسوهوش. ريحتها بسم الله ما شاء الله. انا بقى هنا اللحمه المفرومه الصوص ده لازم تحطي منه. عايزه تزودي تاني هتزودي مع حبه البطاطس المحمرين كده. وبألف هنا وشفا. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.